مرحبا، يا رب تكونوا بخير. مثل ما قلنا إنه كنت حابة فعلا أخلي إنه الفرق بين إنك تدرس تصميم أزياء أو تدرس خلينا نقول مهنة الخياطة، أو مهنة الحرف اليدوية بمعنى أصح. هناك في فرق بين الاثنين. خليني بس أوضحه عشان بس لانه كتير بيكون في لبس. مثلا يعني خليني اقول لك، لما اجي اقول لك انا مثلا في كورس تصميم ازياء، مبلغ السعر تبعه عالي، تيجيني وحده بتقول لي ما انا عم بتعلم بخياطه بالمكان الفلاني بسعر واطي او تقريبا مجانا. مزبوط، هم بدهم اياكي تتعلمي خياطه وممكن يعلموكي مجانا، لانه انا بالنهايه لما بدي اجي اعلمك خياطه بالنهايه رح احطك في المصنع واقول لك اقعدي هون على المكنه واقعدي خيطي. وبالتالي انت مهنتك هون صار اطار المهنه تبعك انه اقعد على المكنه وامسك القطعه وابدا اعمل مثلا بمعدل من 8 ساعات، حوالي مثلا مطلوب مني مثلا خلينا نقول 100 قطعه لازم اخلصها واسويها. فرق تاني لما اجي اقول لك انا تعال هون في كورس، الكورس هذا بهيئتك تكون مصمم ازياء اللي تقدر تعمل فيها كوليكشن. تمام، برضو الحرف اليدوية، خلينا نمشي على الحرف اليدوية وعلى تنسيق الزهور وعلى كذا، لأنه أنا تعلمت كل هاي الحرف اليدوية تقريبا، اللي هي تنسيق الزهور، الإكسسوارز، عمل الورد، التطريز، الخرز، التطريز هذا لا ما تعلمتوش الصراحة، ولكن يعني ملمة في بعض هاي الأمور وبفهم فيها. هلا أنت لما بدك تيجي مثلا، ما حدا قال إنه هاي المهنة ما فيها إبداع، بالعكس هاي المهنة هي اللي أحد أو الإكسسوارز المكملات، خلينا نقول الكوليكشن أو الموديل، ما بيناقش الواحد في الكلام هذا. ولكن لما انت بدك تيجي تعملي مثلا مهنه التطريز، انت جا هون اوكي عم بتزبطي قاعده او تعملي في ورد، بتعملي ورده مثلا اللوتس، ورده الياسمين، ورده النرجس، بتمسكيها بتعملي قالبها وبتزبطيها وبتعمليها. هون انا المطلوب مني شويه فن واتقان كتير، وبالتالي انه انا عم بعلمك اطار معين انك تعملي مثلا. فطبعا هاي الحرفه بمعنى اصح موضوعه في اطار، الاطار الموضوعه فيه في ابداع، ولكن الرك على الاحتراف، على الاحتراف وعلى الاتقان بالعمل. هلا هون اطار. تمام، هلا انا لما اكون مصمم ازياء طبيعي انا اكون مصمم ازياء بحاجه الى انه اتعلم مهارات كثيره. واذا انا رح اكون صاحب مشروع وصاحب رؤيه وصاحب براند، لابد اكون عندي او اتعلم القياده، اتعلم الرياده، واتعلم كيف اقود مشروعي او براندي صح. لهيك كورسات تصميم الازياء مكلفه في جميع انحاء العالم. ابحثوا فقط، ادخلوا على النت. انا مطلعه على امريكا، على بريطانيا، وعلى ايطاليا، وفي خلينا نقول دبلومات بتوصل 3000 دبلومات، 150,000، ودبلومات بتوصل 120,000، دبلومات بتوصل 90,000، دبلومات بتوصل 35,000، دبلومات بتوصل، هذا اللي بعرفه لحد هون 35. هاي الدبلومات مدتها 3 سنوات. تمام، في كورسات كمان تكون شهر 3 أشهر، هاي كورسات مش دبلومات. 3 أشهر 4 أشهر، هاي كمان غالي جدا. أنا فقط ادخلوا وشوفوا أنتوا مدارس الأزياء بأمريكا، بإيطاليا، بفرنسا، ببريطانيا، وشوفوا الأسعار. هلا الأسعار ليش عالية؟ لأنه قبل شوي بالفيديو اللي قبل هيك تكلمنا وقلنا إنه عائدات صناعة الأزياء من أعلى العائدات في العالم، وبالتالي هم ماخذين في اعتبارهم هاي النظرة. قال لك إذا هذا فعلا أخذ كل التكنيك لتصميم الأزياء وفهم زي ما بقولوا الخلطة صح ومشى فيها صح، هو اللي بده يحطه في مدرسة تصميم الأزياء رح يدخل أضعافه. معروف إنه تكلفتها عالية، معروف، وبالتالي عدد، ويمكن هم اتعمدوا كمان يعملوا هاي النقطة لأنه يلا اللي حالته المادية ممتازة هو اللي ممكن يكون يعني يزداد غنى زي ما بقولوا.
لأنه العائدات عالية جدا. وبالتالي تصميم الأزياء يعني اللي بده يدرس تصميم أزياء بمعنى أصح يا إما يكون عنده تكلفة مادية كويس، يا إما رح يكون مدعوم من الدولة. عارفين هالإشي. وفي ناس بتقدر فعلا إنه دراسة تصميم الأزياء بحاجة إنك مش بس تكون يعني زي ما بقولوا. أنا سبق جاوبت على سؤال إنه المصمم هو المسؤول الأول والأخير، هو المسؤول الأول والأخير في تصميم الأزياء، عن الكوليكشن، عن البراند تبعه، عن عدم نجاحه. بمعنى أصح عدم نجاحه أنا قصدت تصنيعيا، إبداعيا، وابتكاريا. أما تسويقيا هون أنا شوي برفع عنه الحرج، لأنه هو قام بواجبه على أكمل وجه، نجح إبداعيا صناعيا ومن ناحية التنفيذ ومن ناحية كل شيء، والكوليكشن أو خلينا نقول البراند تبعه ما عليه ولا غلطة من هاي الناحية. هلا التسويق هون صار العيب في التسويق، معناته هون برضو أنا كمصمم أزياء لازم يكون على علم بسيط على الأقل بالتسويق عشان أفهم إيش الخطة عشان أقدر أساعد فيها. ولكن خلينا نقول هون أنا يمكن ما بحط الخطأ عليه 100%. تمام. وبالتالي أنا لحتى أصير مصمم أزياء، أنا مستقبلي مصمم أزياء، مستقبلي أعمل براند، والبراند هذا ينباع. شيء بيكون اوت كوتيور بينباع بأسعار غالية، وفي شيء بيكون ريدي تو وير بينباع بكميات. وبالتالي راح هون أنا كمان أملين وهون أملين، بلاش يصير عندي هون ألوفات وهون ألوفات. يعني بالمقابل اللي أنا دفعته لتصميم الأزياء، ممكن إذا أنا شاطر وحاطط عقلي براسي مزبوط ممكن أطلع وأصعد شوي شوي وأصير يعني اللي دفعته ممكن أعوضه أضعاف أضعافه. بالذات إحنا شايفين يعني زي ما بقولوا مصممين الأزياء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا نجح والبراند تبعه طلع قديش ما شاء الله يعني بيرتفع. وهاي قصص كتير. يعني إحنا لما نيجي نحكي تخصصات مصمم الأزياء مش بس استيحاء، مش بس رسم ألوان، مش بس رسم سكتش، في شخصية، في أشياء شخصية روحية نفسية في المصمم تحتاج إنها تكون موجودة فيه. وإذا كانت موجودة مش موجودة فيه ممكن نعمل على زي ما بقولوا عمل تصنيعها، زي ما بقولوا نعم صناعتها صحيح، إنه تكون موجودة فيه اللي يكون هو مصمم أزياء قادر إنه يمسك براندو، قادر إنه يفهم المنفذ شو بيعمل أو الباترونست، وبالتالي حتى الخياطة مشطبة صح أو لا. هذا هو. ونفس الوقت قادر يعقد صفقة وقادر يعمل كوليكشن جديد. بمجرد ما يطلب يجي عنده واحد تاني يقول له أنا بدي كوليكشن خاص فيي من البراند تبعك، إحنا قادرين نعمل معك هذا الشيء. شغلات كتيرة، شغلات كتيرة. بس فرق أنا أجي أعلمك خياطة واجي أقول لك تعال أعلمك خياطة، لأنه أنا بحاجة لخياطين عندي بمشغلي، لا أنا بعمل في براندي. طبيعي أجي أعلمك ببلاش، طبيعي أجي أجيبك وأحطك وأقول لك خيط هاي وخيط هاي وخيط هاي. حتى لما بدي أعلمك أنا ترسم باترون صار وضعك كتير أحسن من الخياط. طبعا خياط عن خياط بفرق. أنا بفرق لما باجي بعلمك خياطة لحتى تصير أنت عندي في مشغلي. كمان في ناس دراسة تصميم الأزياء أحيانا أو خلينا نقول علموني الخياطة، علموني كيف أعمل الفستان، علموني كيف أعمل الباترون مجانا. علموكي مجانا لأنهم مدعومين، لأنه إجاهم دعم، وبالتالي جابوا ناس دفعوا لهم وشغلوهم وعلموكي. بالتالي صار في دعم بالموضوع. لفينا ورجعنا على الدعم. دعم سواء منك، من الحكومة، من جمعية، من حدا. نعم تصميم الأزياء مكلف جدا، وهذا كلام لكل اللي حدا رد على كل حدا بيقول ليش غالي. أسباب كتيرة شرحت بعضها، ويا رب تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تحفظوا الفيديو. كل التوفيق للجميع.